ما هو الطور ولماذا يوصف بأنه الأعظم ارتفاعا أو طولا فيما يعرفه الإنسان؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وما هو الرق المنشور؟ وما هي الشفرة التي يستطيع وحده فكها؟ في هذه الحلقة سنعرف إجابات واضحة لهذه الأسئلة، وكيف كشف العلم السر الخفي وراء الحكمة الإلهية، ويؤكد دقة اللفظ في القرآن وصحيح السنة. الطور بمعنى الجبل العظيم، لكن مش مقصود بيه جبل الطور نفسه. مفيش أي علاقة بين جبل الطور وباقي السورة. في اللغة السريانية الطور بمعنى الجبل، بس برضه مش المقصود بيه المعنى الحرفي للجبل، إنما المقصود بيه إن هو شيء زي الجبل أو عظيم الارتفاع زي الجبل فيما يعرفه الإنسان. وكمان شوية هنعرف إيه هو الشيء العظيم ده. ثم يكمل الله تعالى وصف هذا الشيء فيقول أنه كالكتاب المسطور. ومسطور يعني مكتوب بشكل منظم، كتاب اتكتبت وسجلت فيه كل البيانات والمعلومات بشكل منظم. مش بيفكركم بحاجة ده؟ يعني ايه رق منشور؟ هنا في رق مش معناها مش في ورق رقيق، لا، لكن تعني ان الكتاب ده اتحط في شيء رقيق شفاف بيوضح ويبين شفرة كتابته. الكتاب ده اللي كتب فيه كل أعمالك في الدنيا، سواء كانت خير أو كانت شر عملتها أو فكرت حتى فيها. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن وسوست له نفسه بخير ولم يستطع فعله فله أجر، وإن وسوست له نفسه بشر فتركه فلا يحاسب عليه. ليه بقى اتقال لفظ الطور ووصفناه بأنه الأعظم فيما عرف الإنسان؟ ارجع للحلقات اللي فاتت واعرف ان طول الحمض النووي في الجسم البشري يساوي المسافة بين الأرض والشمس 140 مرة. واعرف ان الكتاب ده متشفر، والشفرة دي لازم ما تبص ولا تفنى ولا تدمر. العلماء اكتشفوا ان أفضل طريقة لحفظ المعلومات هي الحمض النووي حتى لو مليون سنة، ولأنه مكتوب بالشفرة فهو يبقى محتاج جهاز فك الشفرة، وده هو الرق المنشور. الرق المنشور اللي بيتم نشره على جميع الخلق ليقرأ كل إنسان كتابه. رق شفاف يوضع فيه حمضك النووي الذي لا يزيد حجمه عن راس الدبوس، ولكن ما فيه من معلومات كالجبال كالطور. احنا ليه قلنا الأول إنه رق منشور؟ هنا نلاحظ إن الغشاء بتاع نواة الخلية رقيق جدا وشفاف، وده بيبين كمان الكروموسومات جواه وقد إيه طولها. كل خلية فيها طول الكروموسومات لو انت حطيتها جنب بعض تساوي 2 متر، وعدد الخلايا من 50 ل 100 تريليون خلية. لو ضربنا 2 متر في 100 في 50 أو 100 تريليون خلية هنلاقي ان طول الحمض النووي ده يقدر ان هو يسافر للشمس ويرجع 140 مرة. كمان ممكن ان هو يلف الكرة الأرضية 2500 مرة. الصورة الثانية بتبين وبتوضح ان ممكن معنى الرق المنشور يبقى ليها معنيين مش معنى واحد. هذا الكتاب المسطور اللي هو الحمض النووي ده جدار النواة الرقيق، وده جدار الخلية الرقيق. يبقى إذن هو في رقين منشورين، مش بس رق منشور، هو رق الجدار الخلية ورق جدار النواة الخلية. وكما قلنا ان احنا الحمض النووي اسمه ربنا اطلق عليه اسم الطور، لان الطور عبارة عن الجبل العظيم، لانه عبارة عن حاجة طويلة جدا تقدر انها توصل ما بين الارض والشمس اكتر من 140 مرة رايح جاي. فطبعا ده شيء عظيم جدا، عشان كده سماه ربنا بالجبل العظيم او الطور. زي ما العلماء في الدنيا بيقروا المعلومات عن طريق جهاز الكمبيوتر، الرق كمان بيعرض على شاشته برضو اعمالك قدامك من كتابك بعد ما يكون فك الشفرة. طبعا الافكار دي مش جديدة، لان اول ناس اشاروا
لإمكانية حفظ المعلومات على الحمض النووي كانوا 2 من علماء السوفييت وعالم أمريكي، وده كان سنة 1964، وكانت مجرد فكرة في الوقت ده. ربنا استخدم كلمة الطور مش الجبل مثلا لكذا سبب، لأنه ارتفاعه كالجبل، لأنه كتب أطوارا من تطور حياة الإنسان، لأنه تطور أطوارا من طين لازب إلى حمأ مسنون، إلى أن أصبح جاهزا أن يكون الوحدات اللي بتكون منها الحمض النووي. وقل رب زدني علما. كده خلصت حلقة النهاردة. أتمنى تكون المعلومة وصلت بسهولة وإفادة، عشان نستكمل في الحلقات الجاية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وصحيح السنة. وأكون سعيد بتلقي آرائكم واقتراحاتكم وأسئلتكم في التعليقات تحت الفيديو أو في رسائل على صفحة البرنامج، وإن شاء الله أقدر أرد على كل الأسئلة في الحلقات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.